الرمز 0101 المكتوب في ظهر رخصة السياقة كيعني أن السائق لازم يكون داير أثناء السياقة عدسات بصرية الإجابة 1، نظارات الإجابة 2، جهاز سمعي لأذنين الإجابة 3. الجواب الصحيح هو رقم 2. بعض رخص السياقة كيكون مكتوب في ظهرها واحد الرمز على شكل أرقام. الرمز 0101 كيعني أن صاحب هذه الرخصة من الواجب يرتدي نظارات أثناء السياقة، والرمز 0102 كيعني أنه من الواجب عليه يرتدي عدسات بصرية أثناء السياقة، والرمز 0103 كيعني أنه من الواجب عليه يرتدي إما نظارات أو عدسات بصرية، والرمز 0201 كيعني من الواجب يرتدي جهاز سمعي لأذن واحدة، والرمز 0202 كيعني من الواجب يرتدي جهاز سمعي لأذنين. في السؤال أعطاني الرمز 0101، إذا كيعني أن السائق من الواجب عليه يرتدي نظارة. الجواب الصحيح 2. أنا في المسلك المناسب باش نكمل السير القدام. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. باش ناخد مسلك الخروج. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 2/4. انا ماشي في المسلك المناسب باش نكمل السير القدام، لان خصني نكون شاد اليمين ديالي، وكذلك ماشي في المكان المناسب باش ناخد مسلك الخروج، لان اصلا شاد اليسر. انا كان خصني نكون في اقصى اليمين. اذا الجواب 2/4. نشعل اضواء النجدة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. نخلي اضواء الطريق مشعولة. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 2/4. أنا غادي نتقابل مع واحد العربة جاية من الاتجاه المعاكس. واش نشعل أضواء النجدة؟ أضواء النجدة هو السينيال دو ديتريس، هما السينيالات ب4. كنستعملهم إلا وقع لي عطب وبغيت نوقف جنب الطريق، أو إلا صادفت حادثة وبغيت نحمي مكان الحادثة. أما أنا غادي في الطريق ما عندي علاش نستعملهم. نخلي أضواء الطريق مشعولة؟ لا كذلك، لأن من الواجب عليا نشعل التقابل، لأن غنتقابل مع ديك العربة. الجواب 2/4. باش نقص من سرعة العربة ديالي في هاد الهبطة، نقص بالتدريج مستويات السرعة. الإجابة 1. ندوز المستوى 0 من السرعة. الإجابة 2. الجواب الصحيح هو 1. في المنحدرات أو في الهبطة إلا بغيت نقص من السرعة كندوز مستويات السرعة من الكبير للصغير، يعني كنقص بالتدريج من مستويات السرعة، وما عمري ندير المستوى 0. المستوى 0 هي بوامور، ما عمري نديرها في الطريق مع الطوموبيل غدا، ما عمري نديرها بوامور. كندير المستوى 0 من السرعة إلا كنت غادي نقوم بالتوقف فقط. إذا الجواب هو 1. عدم تجهيز العربة بالمنبه الصوتي كيتعتبر مخالفة من الدرجة الثانية. الإجابة 1. الثالثة الإجابة 2. غادي يتم توقيف العربة. نعم الإجابة 3، لا الإجابة 4. الجواب الصحيح هو 2/3. إلا كانت العربة ما مجهزاش بالمنبه الصوتي الكلاكسون فكتعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة، فيها غرامة مالية بين 300 إلى 600 درهم، وكذلك كيتم توقيف المركبة. الجواب الصحيح 2/3. في هذا المكان السرعة ديالي محدودة في 80 كيلومتر في الساعة. الإجابة 1. 90 كيلومتر في الساعة. الإجابة 2. 100 كيلومتر في الساعة. الإجابة 3. 120 كيلومتر في الساعة. الإجابة 4. الجواب الصحيح هو 3. كيف ما كتشوفوا هنايا الخط اللي على اليسار متقطع، يعني الطريق كتدي وكتجيب، يعني ماشي طريق السيار هادي. وكذلك العلامات السوا اللي عندنا في اليمين الراس ديالها احمر، يعني كتشير انها طريق وطنيه، وفي الطريق الوطنيه السرعه كتكون محدوده في 100 كيلومتر في الساعه. الجواب 3. هاد العلامه كتمنع التجاوز. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. كتنهي منع التجاوز. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 2/3.
هاد العلامة هي نهاية منع التجاوز، ماشي علامة المنع. علامة المنع هي هادي دائرة حمراء، أما هادي فنهاية منع التجاوز، كتنهي منع التجاوز. الجواب 2-3. الخط اللي مرسوم على اليسار ديالي يمكن لي نتخطاه. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. عندي هنا هاد الخط مزدوج متقطع من الجهة ديالي من جهة اليسار، إذا حنايا اللي غاديين مسموح لينا نتخطاوه ومسموح لينا نتجاوزو ومسموح لينا نديرو نصف دورة. بالنسبة اللي جايين هما اللي ممنوع عليهم يتخطاوه. إذا الجواب 1. غياب أو عدم اشتغال مساحة الزجاج سويغلاس كتعتبر مخالفة من الدرجة. ثانية لإجابة 1، ثالثة لإجابة 2. غرامتها المالية هي من 700 إلى 1400 درهم لإجابة 3، من 300 إلى 600 درهم لإجابة 4. الجواب الصحيح هو 2-4. إلا كانت السيارة ديالي ما مجهزاش بمساحة الزجاج السويغلاس أو فيها السويغلاس وما خداماش فكتعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة، والغرامة ديالها بين 300 إلى 600 درهم، وكذلك كيتم توقيف المركبة. الجواب الصحيح هو 2-4. ابتداء من هذه العلامة يمكن لي نسوق ب20 كيلومتر في الساعة الإجابة 1، ب30 كيلومتر في الساعة الإجابة 2، ب70 كيلومتر في الساعة الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 1-2. هاد العلامة كتقول نهاية السرعة الدنيا الإجبارية. بمعنى آخر كانت عندي هاد العلامة قبل كتقول لي إجباري مشي ب30 للفوق، ولكن من لقيت هادي كتسمى نهاية السرعة الدنيا الإجبارية. ما بقيتش مجبر نمشي ب30 للفوق، ممكن نهبط على 30، ممكن نفوت 30، غير هي أنا داخل المدينة ما خصنيش نفوت 60. لهذا الجواب هو 1-2. من الواجب عليا نوقف. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. عندي الضوء الأصفر الثابت كيعلم على أن الأحمر غادي يشعل، إذا من الواجب عليا نوقف. إلا كان عندي الضوء الأصفر شاعل كنوقف، اللهم إلا كان مورايا في المرايا شي حد قريب ليا اللي غادي الوقوف ديالي يشكل خطر، ديك الساعة كنزيد. إذا الجواب 1. خطأت في الاتجاه، يمكن لي نرد البال وندوز فوق الشريط الأرضي اللي في الوسط باش ندير نصف دورة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. حنايا في الطريق السيار، وهاد العلامة هادي اللي عندي راه كتكون غير في الطريق السيار، وفي الطريق السيار ممنوع القيام بهاد المناورات، ممنوع التجاوز من جهة اليمين، وممنوع التوقف والوقوف لا في جنب الطريق ولا في شريط الوقوف الاستعجالي، إلا وقع لي شي عطب كنوقف في شريط الوقوف الاستعجالي. وكذلك ممنوع القيام بنصف دورة، إذا هنايا ما يمكنليش ندير نصف دورة. الجواب 2. عدم توفر المركبة على أجهزة الإنارة كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى لإجابة 1، الثانية لإجابة 2. غرامتها المالية هي من 700 إلى 1400 درهم لإجابة 3، من 300 إلى 600 درهم لإجابة 4. الجواب الصحيح هو 1-3. في حالة إذا كانت السيارة ديالي ما كتوفرش على أجهزة الإنارة، ما فيهاش الضواء في مرة، ماشي فيها وما خدامينش، لا ما فيهاش في مرة، فهي كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى. الغرامة ديالها بين 700 إلى 1400 درهم. إذا الجواب الصحيح هو 1-3. مجموع الوزن مع الحمولة لهذه المقطورة هو 500 كيلوغرام. باش نسوق هذه المجموعة خاصني نتوفر على رخصة السياقة من صنف باء وهاء BE. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. ماشي من الواجب نكون كنتوفر على رخصة السياقة صنف باء وهاء. علاش؟ لأن قال لي المقطورة ديالي الوزن ديالها 500 كيلوغرام، وكتقول القاعدة المقطورة يمكن لي نجرها بالبيرمي بي فقط إلا ما كانتش كتعدى 750 كيلوغرام. إذا هنايا ما كتعداش 750،
يمكن لي نسوقها بالبيرمي بي. فاش تعدى 750 كيلوغرام في الوزن والحموله ديالها، ديك الساعه عاد كيخصني يكون عندي البيرمي بي او. اما في هذه الحاله يمكن لي نسوقها غير بالبيرمي بي، ولكن خصني ندير لها جوج الاجهزه ديال الربط، وندير فيها الرقم ديال لوحه التسجيل ديالي لانها كتغطي الماتريكول ديالي، وكذلك يكونوا فيها اضواء الوضع باش كيبينوها من اللور. اذا الجواب هنا هو جوج. نشعل أضواء الطريق. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. نشعل أضواء الوضع بوحدها. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب ربعة. الجواب الصحيح هو جوج ربعة. أنا غادي نتقابل مع واحد العربة، وفي التقابل كنشعل أضواء التقابل، ما كنشعلش ضوء الطريق باش ما نعميهاش، وضوء الوضع بوحدو ما كافيش. اذا الا كنت غادي نتقابل مع شي عربه بالليل كنطيح ضوء الطريق وكنمشي باضواء التقابل. الجواب جوج ربعة. هاد السياره خلات ضواء الطريق مشعولين. نقص من السرعه الاجابه واحد. نبه بالضواء الاجابه جوج. نشعل حتى انا ضواء الطريق الاجابه ثلاثة. الجواب الصحيح هو واحد جوج. السيارة اللي جاية قبالتي خلات ضواو الطريق مشعولين. في هاد الحالة كتعميني كيفاش نتصرف. كنقص من السرعة وكنبهها بالضوء، تقدر تكون نسات وخلات ضواو الطريق مشعولين، وما كنتعاندش معاها، ما كنشعلش حتى انا ضوء الطريق. كنقص من السرعة وكنشد اليمين ديالي، ونحاول كذلك ما نشوفش فيه، نحاول نشوف الجهة ديال اليمين. إذا الجواب واحد جوج. عدم احترام إشارات شرطي المرور كتعتبر مخالفة من الدرجة الثانية الإجابة واحد، الثالثة الإجابة جوج. غرامتها المالية هي من 700 إلى 1400 درهم الإجابة ثلاثة، من 300 إلى 600 درهم الإجابة ربعة. الجواب الصحيح هو جوج ربعة، لأن عدم احترام الإشارات الصادرة عن الأعوان المكلفين بتنظيم السير مثلا الشرطة أو الدرك، إلى ما احترمش الإشارات ديالهم فهي مخالفة من الدرجة الثالثة، فيها الغرامة مالية من 300 إلى 600 درهم وما فيهاش سحب النقط. إذا الجواب الصحيح هو جوج ربعة. أثناء السير العادي أنا غادي في المكان المناسب من الطريق. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. كيف ما قلنا قبيله، في السير العادي الا كنت غادي عادي كيخصني نكون شاد اليمين ديالي، سواء كانت الطريق ذات اتجاه واحد او ذات اتجاهين. انا شاد المسلك اللي في اقصى اليسار، اذا انا ماشي في المكان المناسب في السير العادي. الجواب جوج. الاسعافات موجوده في عين المكان. يمكن لي نوقف باش نقدم المساعده. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. قال لي في السؤال كاينه الاسعافات، كيف ما كتلاحظوها راها كاينه، اذا من الواجب عليا نتحرك باش ما نعرقلش حركات السير. لو انني كنت انا اول واحد كيصادف الحادثه فهاديك الساعه من الواجب عليا نوقف، ولكن كاينه الاسعافات اذا خصني نتحرك. الجواب جوج. هاد العلامه كتعلن على مرور حيوانات اليفه على بعد 500 متر. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. العلامة تحتها اللافتة الصغرى للامتداد أو للطول، فما كتغيرش البعد السابق ديال العلامات المتقدمة. إذا الخطر كاين على بعد 150 متر غيبقى على بعد 150 متر، غير هي كتعطيني المعلومة ديال الطول ديال ديك الخطر هو 500 متر، بمعنى أن من بعد 150 متر غيبدا الخطر والطول ديال هذا الخطر هو 500 متر، إذا ماشي على بعد 500 متر. الجواب جوج. ما لقيتش فين نوقف ووقفت فوق هاد الخطوط، ارتكبت مخالفة من الدرجة الثانية الإجابة واحد، الثالثة الإجابة جوج. غرامتها المالية هي من 500 إلى 1000 درهم الإجابة ثلاثة، من 300 إلى 600 درهم الإجابة ربعة. الجواب الصحيح هو واحد ثلاثة، لأن التوقف والوقوف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين كيتعتبر مخالفة من الدرجة الثانية. الغرامة ديالها بين 500 إلى 1000 درهم وما غادي تخصم حتى نقطة. إذا الجواب الصحيح واحد ثلاثة.
كنسوق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. من الواجب عليا نقص من السرعة باش نكمل السير القدام. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. باش ناخد منفذ الخروج للمحمدية. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 2-3. فاش انا كنسوق ب100 كيلومتر في الساعه، الا كنت باغي نكمل السير ديالي للقدام، بما انني في طريق السيار، ماشي من الواجب عليا نقص من السرعه، بالعكس ممكن نوصل السرعه ديالي حتى ل 120 كيلومتر في الساعه. اما الا بغيت ناخذ منفذ الخروج للمحمديه، فديك الساعه كيتلزم عليا نحترم العلامه ونقص من السرعه، ممنوع نفوت 80 كيلومتر في الساعه. وغادي ندير السينيال على اليمين ونشد مسلك التباطؤ باش نخرج للمحمدية. إذا الجواب 2-3. يمكن لي التوقف على اليمين. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. يمكن لي الوقوف على اليمين. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 2-4. الرصيف أو الطريطوار إلا كان مصبوغ بالصفر متصل كيمنع التوقف والوقوف، وإلا كان مصبوغ بالصفر متقطع كيمنع التوقف وكيسمح بالوقوف. في هذه الحالة عندي الرصيف مصبوغ بالصفر كامل، إذا ممنوع التوقف والوقوف. الجواب هو 2-4. من الواجب عليا ننتظر باش نتجاوز هذه الدراجة النارية. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. نعم من الواجب ننتظر لأن الطريق قدامي عامرة، جاية واحد السيارة. هاد المقبض الهوائي لامونشاير كيعلن على أن الرياح قوية الإجابة 1، متوسطة الإجابة 2، ضعيفة الإجابة 3. الجواب الصحيح هو رقم 1. هاد المقابض الهوائية أو لامونشاير اللي كيشبهوا الجوارب، فكتخبر السائق باتجاه الرياح وكذلك بدرجة قوتها. فإذا كان هذا المقبض بهذا الشكل هذا فهو كيعني أن الرياح قوية، وإذا كان بحال هذا الشكل فكيعني أن الرياح ضعيفة. أما إذا كان نازل لتحت فكيعني أن انعدام الرياح. في السؤال ديالنا عندنا هذا الجورب اللي هو ممدود منبسط، فكيعني أن الرياح قوية. إذا الجواب الصحيح هو رقم 1. يمكن لي السير بأضواء الوضع الإجابة 1، بأضواء التقابل الإجابة 2، بأضواء الطريق الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 1-2. كيف ما كتشوفوا هنا المدينة ضاوية، كاينة الإنارة العمومية والإنارة يعني كافية. ممكن نمشي بأضواء الوضع بوحدهم وممكن نمشي بالتقابل. إذا الجواب هو 1-2. لو أن الإنارة ضعيفة أو ما كايناش فمن الواجب عليا نشعل التقابل، ما نديرش أضواء الوضع. ولكن في هذه الحالة الإنارة كاينة، كنختار الوضع وكنختار التقابل. حتى واحد ما جاي من الاتجاه المعاكس، يمكن لي نتجاوز هاد العربات في نفس الوقت. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. واخا خط الوسط متقطع، واخا حتى شي حد ما جاي من الاتجاه المعاكس، ممنوع عليا نتجاوز مجموعة من العربات إلا كانت الطريق ذات اتجاهين. هاد الطريق ذات اتجاهين لأن الخط اللي على اليسار متقطع، إذا ممنوع عليا نتجاوز مجموعة من العربات في نفس الوقت. الجواب 2. ندوز بسرعة الإجابة 1، نوقف الإجابة 2. الجواب الصحيح هو 2، لأن على اليمين ديالي كاينة شاحنة ديال الإطفاء وراها في حالة استعجال، شاعلة المنبهات الضوئية ديالها. إذا ضروري نوقف ونسهل ليها المرور. الجواب 2. السائق المبتدئ دغيا كيحس بالعياء في السياقة. صحيح الإجابة 1، خطأ الإجابة 2. الجواب الصحيح هو 1. نعم صحيح، السائق المبتدئ دغيا كيحس بالعيا بالمقارنة مع السائق القديم، لأن كيكون التوتر وكيكون حتى الحركات ديالو باقا ما مضبوطاش بحكم أنه مبتدئ في السياقة، لهذا الدماغ كيشتغل بزاف ثم كيعيا بسرعة. إذا الجواب الصحيح هو 1. باش نتوقف في هذا المكان واجب عليا نخلي أضواء التوقف مشعولين. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1.
قلنا في الدروس أن إلا كنت باغي نتوقف في واحد المكان اللي فيه الإنارة ضعيفة أو منعدمة، فمن الواجب نخلي أضواء التوقف مشعولين. هنايا الإنارة ما كايناش، هذاك راه غير الضو ديال السيارة ديالي. إذا إلا بغيت نقوم بالتوقف من الواجب عليا نخلي أضواء الوضع مشعولين أو أضواء التوقف مشعولين. كنزيد في ضغط العجلات إلا كنت في سفر طويل. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. إلا كنت هاز حمولة. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 1 3. كنزيد في الضغط د العجلات إلا كنت غادي في مسار طويل، يعني في سفر طويل، أو غادي في الطريق السيار. وكذلك إلا كنت هاز حمولة كنزيد في الضغط د العجلات. الجواب 1 3. باش ندوز على اليسر ندوز أنا الأول. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1، ندوز أنا الأول. وفين ما بغيت نمشي غادي ندوز أنا الأول، لأن القاعدة كتقول ملتقى طرق ما فيه حتى علامة، الأسبقية اليمين. أنا اليمين ديالي خاوي، والآخر السيارة الكحلة خارجة لي من اليسر، يعني أنا هو اليمين ديالها. إذا ندوز أنا الأول. يمكن للسائق الأجنبي يسوق بواسطة رخصة السياقة المسلمة له في الخارج خلال مدة أقصاها 6 أشهر. الإجابة 1، سنة الإجابة 2، سنتين الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 2. يمكن للسائقين من جنسية أجنبية يسوقوا في بلادنا برخصة السياقة ديالهم، غير خص تكون رخصة السياقة سارية الصلاحية، ويمكن لهم يسوقوا في بلادنا برخصة السياقة ديالهم في واحد المدة أقصاها سنة واحدة. إذا الجواب الصحيح هو 2. مستوى ماء التبريد كافي. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 1. نعم مستوى ماء التبريد كافي، لأن كيف ما كتشوفوا عندي واحد 2 شريطات، كاينه وحده المينيموم والوحده ماكسيموم. خص الماء التبريد يكون بين المينيموم والماكسيموم. في هذه الحالة راه كاين بين المينيموم والماكسيموم، إذا المستوى ديال التبريد كافي. الجواب هو 1. هادي عام ونص باش حصلت على رخصة السياقة. السرعة عندي في هاد الطريق محدودة في 120 كيلومتر في الساعة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. أنا عاد حصلت على رخصة السياقة هذه عام ونص، يعني أنا مازال في المرحلة التجريبية، والمرحلة التجريبية هي عامين. إذا السرعة كتكون عندي خارج المدينة محدودة في 90 كيلومتر في الساعة، وكيخصني نعلق هذيك 90 في العربة اللور. إذا الجواب هنايا لا، السرعة غادي تكون محدودة غير في 90 كيلومتر في الساعة. هاد العلامة كتعني أن المكان كيستعملوه الأطفال. الإجابة 1. ممر ممنوع على اللي كيتمشاو على رجليهم. الإجابة 2. ممر خاص باللي كيتمشاو على رجليهم. الإجابة 3. الجواب الصحيح هو 3. هاد العلامة كتشير لخطر ممر الراجلين أو ممر خاص باللي كيتمشاو على رجليهم. المكان كيستعملوه الأطفال، ها هي العلامة ديالو. واما الممر ممنوع على اللي كيتمشاو على رجليهم فهي الدائره حمراء، هي هذه. اذا هنا الجواب رقم 3. يمكن لي الوقوف في هذا المكان. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. في هذا المكان ممنوع التوقف والوقوف، لأنه منفذ الإغاثة، وهو مهيأ بطريقة كتمكن من توقف المركبات اللي عندها مشكل في أجهزة الحصر. كاع العربات اللي عندها مشكل في الفران فكيمكن لها تستعمل هذا المنفذ هذا باش توقف، يعني كنستعملوه في حالة وقوع عطب فقط. وكيعلموا على هذه المنافذ هذه بهذه العلامة، وهذه المنافذ كتكون غالبا في الطريق السيار. الجواب الصحيح 2. كنسير في الطريق السيار. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الجواب الصحيح هو 2. لا، انا ما كنمشيش دابا في الطريق السيار، لان هذه كروازمه، والكروازمه او الملتقى الطرق ما كيكونش في الطريق السيار. اذا انا مازال حتى الا شديت الطريق اللي على اليمين عاد غادي نمشي لفاس او الرباط عبر الطريق السيار. اذا هذه العلامه كتحدد لنا الاتجاهات
كتسمى تحديد الاتجاه. فاللي بغى يمشي للرباط أو فاس راه يمشي لها، اللي بغى يمشي لها عبر طريق السيار يدور على اليمين. يمكن لي نوقف في هذا المكان باش نرتاح؟ نعم الجواب واحد. لا الجواب جوج. باش ندير مكالمة هاتفية؟ نعم الجواب 3. لا الجواب 4. الجواب الصحيح هو 2-4. أنا في الطريق السيار، وبالضبط في شريط الوقوف الاستعجالي. وقلنا في الدروس في الطريق السيار ممنوع التوقف والوقوف سواء في جنب الطريق أو في شريط الوقوف الاستعجالي، إلا إلا وقع لي شي عطب، ديك الساعة كنوقف في شريط الوقوف الاستعجالي. إذا الجواب هنا 2-4. نسمح بالمرور، الإجابة 1. ندوز أنا الأول، الإجابة 2. الجواب الصحيح هو 1. ملتقى طرق ما فيه حتى علامة، الأسبقية اليمين، السيارة البيضاء خارجة لي من اليمين، إذا نسمح لها بالمرور.